رقية سعدانة وفرحانة، لأن الماجد دخل حداها. واش فراسكم على أنه دندونة كانت غادي تزوج هاد راشد الماجد؟ واش فراسكم أنه رقية كانت كتجري وتجاري باش أنه يغمس معاهم ويضرب معاهم الكحل في البيض؟ وكان غادي يغمس معاهم، كان غادي يغمس معاهم، ولكن هرب في الدقيقة 90، هرب بجلدو، الدقيقة 90 هرب بجلدو. وغنحط لكم كلشي بالدليل، وغنحط لكم كلشي علاش رقية فرحانة، لأن دندونة طلقات وهو مطلق. قالت ربما يكون نصيب بعد خروج دندونة من القبة، وخصوصا أن هذا الماجد استقر بشكل نهائي في بلادنا، يعني استقر بشكل نهائي، ماشي جاي يضرب دويرة ولا لا، استقر صافي استقر. أي مرة يمشي يقابل أعمالو، مرة يجي يشوف أشنو كاين، ولكن السكنة والمقر ديالو الرسمي والسكن ديالو الرسمي فهو في مراكش، في فيلته في حي النخيل، سدات مدام. وهذا الشي علاش رقية السيدة فرحانة ومعولة، وزاعمة تمشي عنده وغتمشيو عنده وغتمشي عنده، والأيام بيننا، وغادي تهضر معاه، لكن ما غتوصل معاه حتى شي نتيجة. زاعمة عليه لأنها كتعرفو مزيان، وهو تيعرفها، وشايفها عاود شايفها وعاود شايفها مدة سنتين هو كيشوف فيها، وكان غيوصل معاها لواحد النتيجة أنه يطلب إيد بنت دندونة للزواج، لكن هذا حلم وتبخر. رقية راه غتمشي عندو، كونوا على يقين غتمشي عندو، والقضية اللي شاغلة بالها وفي نفس الوقت مفرحاها أن هاد خونا هذا غادي دير معاه شي حل، لأن كانت كتعرفو مزيان وكيعرفها مزيان في ايامات الملاح وفي ايامات فاش كانت دندونة معاه، فهي باغياه يتوسط لها مع القطريين، لأن هذاك السيد اللي هو رشيد هو رجل أعمال، رجل أعمال. هو صاحب جلسات وناسة وغادي نهضر لكم عليها en détail. عنده 50% من مجموعة MBC، هذا هو صاحب شركة Platinum Records، وزيد على ذلك عنده شي شلة حوايج، رجل أعمال كبير معروف في دول الخليج. وهادوك الخوالجة اللي حتى هما معروفين وأصلًا فيهم شيوخ وأمراء اللي تم النصب عليهم في أيامات كورونا، تيعارفوا هاد رشيد المجيد، تيعارفوا يعني شو الشخصيات معروفة في الخليج شي كيعرف شي، يعني صافي يعني كبار تيعرفوا الكبار، شي كيعرف شي. فباغا تمشي تبوس وتزاوق باش يتوسط لها، باش هاد القطريين هادو يتنازلوا لدندونة على ديك الورقة، مقابل على أنهم غادي يردوا ليهم الحصة اللي كلات دندونة، يعني حيتاش هذيك رمانة كبيرة، راه كاينين حتى شخصيات اللي أصلًا كاع ما تعتقلوا وكاع ما كانوا معتقلين وتعتقلوا تحت خلفية هاد القضية ديال القطريين. فبغات هاد السيد هذا بحكم المعارف ديالو وبحكم الصداقات ديالو وبحكم أنه رجل أعمال معروف في دول الخليج، فبغاتو يطلب وهاد القطريين يتنازلوا لدندون على الشكاية اللي دايرين بها، مقابل على أنهم غادي يبقاو يدفعوا بالتقسيط كل مرة شوية. يعني غادي تعاقد معاهم دندونة زعما راه غترجع ليهم فلوسهم وغتعطيهم المبلغ ديالهم، ولكن بالتقسيط بحكم أنهم تيمروا من ظروف مادية صعبة. راه مجدة، راه مجدة المقال ديالها محطوط مصاوب مقاد مجداه، زعما راه الدرية كانت باقا صغيرة ودار بها حلو في الغيس وتوعدها بواحد الوعود ما كيناش، وفي الأخير راه طلقاتو. كلا ليها رزقها، كلا ليها فلوسها، دا ليها الشقة ديالها في البحرين، دا ليها السيارات ديالها، ما خلى ما دار عليها، فسد عليها، دبر على كسكوتات قدامها، دعاتو على الخيانة الزوجية، هي اللي مكلفة بالبنات، يهددها، شاد عليها، ما خلى يعني القضية كلها غتشدها هكا وغتلصقها في ترتر. المهم باش تبين بنتها راكم عارفين، غتبين بنتها انها ما دايراش، وغتبين بنتها انها غير مسكينه، وكانت ضحيه ديال واحد الحب لمده ديالو 10 سنين، ودارت بوجه الطعام لانها مشاركه مع الكتكوتات الله يخليهم ليهم والله يحفظهم، هذوك مساكن ملائكه بعادين على المشاكل وبعادين على كل شيء. الله
اش نقول لكم، الله يكون معاهم، الله يكون معاهم، هذا أحسن كلام. فباغا رقية مشارجة، باغا تلصّق كلشي في الترتر، المهم طلّع بنتها راه بريئة، راه غير مسكينة وراه ما دايرة حتى شي حاجة، باش أنها تكسب التعاطف ديال رشيد، باش يدخّل ليها عند القطرين ويقدّموا تنازل لدندونة. هذه هي النقطة الرئيسية اللي بغات تتكلم، لأن هاد الشكايات ديالهم راهم فاعلين، الشكاية ديالهم ثابتة في حق دندونة، والنصب والاحتيال ما معاش اللعب ما معاش التخرشيش، وعارفة أنها غادي يزيدوها وغادي تدوز عقوبة من غير داك الشي، فعوض باش تتفاك معاهم هما الأولين. أما القضية ديال المجيد حتى تخرج دندونة وتسامح معاه وشكرًا وهذا وهذا وتلقى معاه شي حل، لأن هذاك المجيد كيعاودوا عليه زوين، كيعاودوا عليه ظرياف وولد الخير والسمعة ديالو مزيانة، وزعما تيبقى فيه يعني واحد يلاه بادي وداك الشي كيشوف غير عنده الصوت تيشدو ويضمو للشركة ديالو، يعني كيف ما كنقولوا بالدارجة مساعف، يعني ولد الخير وحاجته ماشي ديالو، هذه السمعة ديالو الناس الخليج. وهذا الشي علاش كاينين بزاف د النجوم تبارك الله وصل عمري راه واصلوا ما بقاوش مبتدئين ولاو فنانة، بحال مثلا داك عساف راه فين وصل ومع ذلك كيقول ما يلقاش من حسن من بلاطنيوم، علاش؟ لأن مولاها سمعته زوينة. هاد رشيد الماجد كيتعامل وتيبقى فيه الواحد، وكيراعي الوضعية ديال أي واحد جا الخليج وضماتو شركة بلاطنيوم، واللي ما عندوش مسكن كيدير ليه السكن، اللي ما عندوش سيارة كيدير ليه السيارة، أولا كيدير ليه شيفور أولا. المهم داك السيد كاين حاضر. هادشي علاش أن اللي معاه في شي شركة ما كيبغيش يخرج، حالة راه مشات وجداتها وقالت له والو من بلاطنيوم ما تخرجيش. عاد واحد القضية أخرى، أن هذا راشد المجيد علاش كيبقاو عنده نقطة أخرى، وهو عنده شركة الMBC، يعني حتى ملي كيكون شي عمل فني خاص شي صوت، خاص شي وحدة تجسد شي دور بادية في الفن أولا شي حاجة، المهم خصهم غناء وداك الشي، ما كيجيبوش من برا، كيجيب غير هادوك نيت من بلاطنيوم، تيجيبهم وتيعطيهم كيحطهم يغنيو، يعني ديالو نيت من لحيتو لقّمني هي هادي. فيعني عندهم آفاق كتيرة مع بلاطنيوم ومع راشد المجيد، لأن تبارك الله وسط العنبي عنده بزاف ما يدار. فهاد الشي علاش رقية أنا كنأكد لكم غتسمعوا الخبر وغيخرج الخبر أن رقية مشات تزاوج راشد المجيد باش يتوسط ليها عند القطريين باش يتنازلوا لدندونة، هذا هو أول إجراء. أما داك الشي اللي على دندونة من عند بلاطنيوم ريكوردز اللي هي الشركة ديالو، دندونة حدها باقي ما دوزاتش العقوبة ديالها وخرجت، راه ما كاين والو، هي كتشوف هاد الشي الحالي، الشكايات التي تتقاطر على بنتها، وهاد الشي هاد النقطة هذه هي اللي كانت موضوع الزيارة، وفرحانة، فرحانة رقية ملي بان هاد السيد هذا قدامها، فرحانة وما قادة فرحة. علاش قلت لكم أنه راه في بداية الفيديو ما تشدش ليها، لا غيقول لك ربما شاد عليه شي دوسي ولا. هاد السيد هذا ما تقدرش تلعب معاه دندونة، ومني كانت كتعرفو باقي ما بان لا تورتو لا مترتر، لا توتر لا مترتر، باقي ما بان حتى شي حاجة، وما باقاش ما بانش حتى شي حاجة سميتها حمزة خيخي، لأن حمزة خيخي حتى تزوجات الترتر خاصها تدبّر على شي وسيلة ديال الفن، شي وسيلة ديال الفن باش أنه تاكل منها طرف الخبز برجل ما خدام ما ردّام. واحد السيدة غادي نجاوبها، واحد المتتبعة ديالي وفية قالت ليا راه الفلوس اللي كتهضري عليها نتيا ديال الشقة فاخرة وديال السيارات وديال هذا، راه جابهم ترتر من عند بنتو حالة. شكون اللي قال لكم هاد الهضرة هادي؟ واش في راسكم أنه راه حالة راه ديك الفيلا راه بناتها طاج بطاج، راه ماشي شدات الفلوس وجمعتهم وفي الآخر مشات تبني فيلا، راه كانت كل مرة كتغني شوية كتبني شوية، وآنذاك كانت الأم ديالها خدامة، كانت خدامة والخدمة ديال العرق الكتاف راه ماشي عيب، المهم حلال وطيبة. وكانت حتى بعض المرات كتغني هاذيك منى في بعض الكباريهات، منى في البداية كانت كتغني في بعض، لأن عندها الصوت ماشي داك الصوت، كانت كتغني في بعض الكباريهات، وكانت كتمشي دير داك الشي تاع المانيكير والبيديكير، وبنتها كتغني، وكانت خدامة. واش وحدة اللي عندها الفلوس اللي بانوا على دندونة، السيارات والشقة فاخرة، هادوك الفلوس اللي بانوا على تورتر كون كمّل نيت الفيلا، ما غاديش يتسنى بنتو حتى كل مرة تدبّر ويبنيو شوية بشوية بشوية.
والأم ديالو كانت كانت ولا زالت لحد الساعة جمعوية، جمعوية وكدير زيارات للناس المرضى ودير هنا ودير هنا، في الآخر باش كتاخد واحد الإعانات من الدولة وكانت كيكون من كان كتاخد نصيب من هاد الإعانات المحصّل عليها سنويًا كجمعوية. وهاديك الأنشطة اللي كانت كدير كانت تحصل على واحد المساعدات وبزاف د الحوايج، وكانت كتدخّل هاد الحالة بحكم أنها كانت صغيرة كانت مشهورة. ونزيد نقول لكم هاد القضية اللي خاصكم تعرفوها مزيان، حالة راه اللي وقفات معاه فهي أحلام، أحلام هي اللي استقطبتها وهي اللي شدّتها من البرنامج وبقات واقفة حتى رجعت نجمة. راه ماشي البرنامج، ها أنت أخويا خرجتِ من برنامج اكتشاف المواهب، ها أنت خرجتِ وأنت خديتِ اللقب، ومن بعد خاصهم يجيوك شركات، خاصهم يجيوك عروض، راه ماشي تعاود تبقى تدق على الناس الله يرحم لك الوالدين راه أنا خريج البرنامج الفلان الفلاني، عاف خويا الله يرحم لك الوالدين شوف كيفاش دير، لا داك الشي راه ما كاينش في الخليج، ملي كتمشي أنت برجلك عند شي شركة كتسرح فيك العيا. تسرح فيك العيا تقدر تعطيك الضرب تمنه وتغني وتصيفطك تغني هنا ولهي وتعطيك بورسونتاج قليل، ملي كتولي دير المكانة ديالك وكدير بلاصتك وكتعيق وكتقول أويلي واش أنا ضارب تمنه وكنغني في الحفلات وهذا وعاطيني واحد البورسونتاج قليل كتقول لك سينيتي عقد طويل المدى وعندك الشرط الجزائي، يالّا خلّص واحد 800 مليون ولا اللي بغيتي تخرج من ديك الشركة، فكيتسنى العروض. العروض ما بالنسبة لحالها كانت باقا صغيرة ما كانش كيجيوها العروض، باقا صغيرة باقا السيناس ما عندهاش، فشداتها هذيك أحلام، هي اللي شداتها، وهي اللي تكلفت بيها، وهي اللي دعمتها، وهي اللي جابتها تغني واحد اليوم مع واحد الفنانة، هي اللي كانت شادة بيديها تخدم هنا وتخدم لهي وتخدم هي، لأنها كانت عارفة الوضعية ديال ما وديال باها، وكانت باغا ترجع منها نجمة. كانت عارفة وكانوا باقين فيها وبقاو فيها الوضعية ديال باها وأمها، لأنهم كانوا كاملين عايشين في واحد البيت متوسط، يعني معروفة الحالة ديالهم، وقلت لكم أن الأم ديالهم كانت مساعدة في أحد المنازل اللي هي منى السابر، كانت مساعدة ترتر ما كانش خدام، القراية ديالو على قد الحال حتى من البكالوريا ما عندوش، سقط وسقط سقط عاطل على العمل بقى جالس في الدار، داخل وخدم ما عرفش داك الواقعة اللي كان دار اللي دارها ضرب فيها عامين ديال الحبس. فديك أحلام هي اللي شدات بيدين ديك البنيتة حتى وقفات على رجليها، ملي وقفات على رجليها عاد ولا كتخلّص تورتور، آنذاك كانت داخلة الحمزاوية في القضية، كان كيشد فلوس دندونة وفلوس ديك حالة وكيديروا كاين فيلا كانت آنذاك كاينة، ولكن كنهضر لكم على الثراء اللي بان بعد انفصال تورتور على مو، يعني واحد ما خدامش وبدا أن مرتو اللي معوّل عليها وحايدة من واحد الشركة اللي غادي تدخّل ليه الفلوس، وملي خرج من الفيلا من عند مو شرا شقة فاخرة، سيارات، بلا ما نهضروا على دندون ودوك العمليات اللي كانت كدير لوجها، راه أموال طائلة ديال بصح، فمنين، منين غادي يجيب داك الفلوس؟ أنا من بعد ولا هو كينتج الأعمال، أعمال ما كيدخّلوا ليه حتى الصرف، دندونة دار ليها شي 3 تاع لي فيديو كليب والو، ما كيلحقوش حتى 2 3 المليون. ما عندهاش ما كاينش، ها الصوت كاين، ها فني الأغنية الله يعاون، يعني وكيخسر يدير فيديو كليب كيخسر عليه وما تيدخّلوش، وتيعاود مثلًا يدير فيديو كليب وما تيدخّلوش، وكيعاود مثلًا يدير فيديو كليب ما تيدخّلوش، حتى ملي كانت دندونة ممنوعة من السفر وهذا وهذا وكانت لها شي 2 أغاني وحدين آخرين حامضين، اللي واحد فيهم ما ضرب حتى ال1.000.000 منين جاب داك الفلوس؟ هذه هي أول حاجة. لأن بنته آنذاك مشات لعند أمها، فتُرتر دوك الفلوس اللي كانوا عنده راه ماشي ديال الحالة، فلوس حالة صرفهم، دوّر ليها، داروا ودوّروا وكلاو وشربوا فيهم، ولكن فلوس حالة لا يمكن أبدًا لا غادي يشريو ليه داك الشقة الفاخرة ودوك السيارات ودوك السفريات ودوك الحفالي والعراسات والقصير وزبالة فلوس وترجع منه من عاطل إلى منتج، منتج هاكا في البطاقة المنتج موفّق فلان، لأن الاسم الحقيقي ديالو موفّق، غير واخد اللقب ديال جوجو.
فالدرية في البدايات ديالها ما كانت كتحصل لها حتى شي حاجة، كانت كتقلّب على الشهرة وساعدتها في الشهرة أحلام. البنت كتغني وأمها باقا مساعدة في الديور، وما بقاش كدير الصالونات اللي بغا يدير البيديكور، اللي بغا يدير المانيكير تهز ديك الحقيبة ديالها وكتمشي عند العباد الله في الديور، فقط. هاد الشي اللي كاين. كانت شحالها كتغني وكبرت شوية وباقا كيخدموا، باقا أمها كتخدم وباقا الجدة ديالها كتخدم. غنجيكم من الآخر، هاد الشي اللي كاين. الفلوس اللي بانت اللي كنتكلم عليها هو الوقيته ملي تخاصم ترتور مع مو وناضت مو تبرأت منه وزولت ليه كاع داكشي اللي كان ساكن فيه، يعني أي حاجة ديال مو واللي دارتها هي مو واللي دارتها حالة حيدوها ليه. يعني كنتكلموا على ترتور مستقل كزوج وزوجة مع دندونة. هادشي كنهضر لكم على ترتور بعد الفراق ديالو مع مو، بان عليه الثراء فواحد الظرف اللي هو وجيز، وبنته ما معاش، بنته راه داتها لجدة. منين جاو دوك الفلوس؟ آنذاك بداو في الدواسة المقيحين. هادوك الدواسة المقيحين هما اللي خلاو دندونة وترتر يطلعوا طلعة صاروخية، ودندونة فيلا شقق، راه حتى الغربال كان عندها شقة، راه داكشي ما عرفت فين مشى. حتى الغربال كانت عندها شقة، دندونة كانوا عندها أراضي. اش كيسحاب ليكم؟ كانوا عندها أراضي، هذاك الشيء مع بقات كتخدم والقضية ديال حمزة خيخي وكلاوها شي وحدين. راه عرفتو، راه وهذاك قبقى بابا قبل ما يبدا قبقى بابا، راه ما تخافيش فلان فلان، وداك الشيء اللي كان كيطلعوا يقولوا الحمزاويات ودوك اللي كان كيطلعوا يدافعوا عليها وفلان وآل فلان وداك التخربيق كله كان دهن سيري سير، كانت كتطلق بيع 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 بيع، ما بقى عندها حتى شي حاجة. الغربال راسها كانت عندها شقة، دندونة كان عندها أراضي. وكنقول لكم دندونة كانت كتعتبر من الأثرياء عندنا في بلادنا. قلبوا على المقالات القدام وغتلقاو الاسم ديال دندونة من الأثرياء عندنا، فواحد الظرف اللي هو وجيز. باش دارتها؟ ما كاينش باش. انا نقول لكم ما كاينش باش. الحاجه الوحيده اللي كانت هي الدواسه المقيحين على اللسان ديالها، هي اللي كانت خدامه عليهم طيلت هاد الاوقات. كنعاود نصحح للمتتبعه، راه تورتور كنتكلم عليه منين فاصل على مو وعلى بنته. تورتور المستقل كزوج وزوجة مع دندونة. منين جاو دوك الفلوس؟ منين تحول من عاطل إلى منتج بحريني؟ راه ما سهلاش. كون غير منتج حبر على ورق نقول لكم لا، منتج فعلا كينتج الأعمال. واستوديو اللي شراه بزبالة فلوس، استوديو فقط باسمه استحالة خوتي، استحالة يدير استوديو باسمه، استحالة، وخصوصا في الخليج. راه كاينين فنانين حنا في بلادنا راه ما عندهمش استوديوهات، ملي كيبغي سلمى رشيد واش عندها استوديو؟ لا، ما عندها استوديو، كتمشي تسجل وكتخلص. سعد مجرد فنان كبير وداكشي ما عندوش استوديو ما ديالوش، كيكريه. هو ساكن في باريس وكيكري استوديو، ما عندوش استوديو. نجاة عتابو عندها استوديو، زينة الداودية عندها استوديو. وفنان اول حاجه يقدر يفكر فيها يدير استوديو راه ما ساهلش باش يديرو بالماتيريال ديالو باخر ما اوتيه راه ما ساهلش باش يديرو، خصوصا في الخليج. وكان عنده استوديو كيحمل الوجع، ماشي غير ميكروفون وواقف، لا، كان عنده استوديو تيحمل الوجع، شاريه فعلا بزباله فلوس، اموال طائله باش جا داك الاستوديو. غير داك الاستوديو بوحديتو يمكن ليه يشري ليه فيلا داخل بلادنا، يمكن ليه يشري ليه فيلا ماشي كبيره، ولكن يشري ليه فيلا بداك الاستوديو اللي عنده. ايوا باش تعرفوني علاش كنهضر. يا خوتي، هي كيف ما كنتو كتسمعوا وكيف ما كتسمعوا، باش تعرفوا انه الفلوس ديال الدراسه كانوا فلوس كتار. غادي نمشيو النقطه. علاش قلت لكم في البدايه ديال اللايف على انه
راه راشد المجيد راه فعلًا كان طايح مع دندونة، وكان غادي يتزوج بها، ولكن هرب بجلدو كيف ما كنقولوا في الدقيقة 90. وعلاش؟ دندونة قُلبة ما، علاش دندونة قُلبة رقية، علاش قُلبتها؟ سمعوا ليا. في البدايات ديال دندونة ملي خسرت اللقب وخداتو كارمين ما جاوهاش العروض، كتعرفوا أن أهم النقط كيبغوا الجمال، كيبغوا الجمال العينين وداك الشيء، مقارنة مع كارمين خداو كارمين، رغم أن الصوت كارمين هذا نقدر نقول دندونة. المهم اختاروا كارمين، كارمين نيشان طار بيها راشد المجيد ضمها بواحد العرض مغري باش يضمها للشركة ديالو. معروف أنه في هذاك أراب أيضا اللي كيدي اللقب كيشقموا هاد شركة راشد المجيد. المهم ما عليناش، دندونة ما جا حتى شي عرض، ما جا حتى شي عرض لا ديال الإشهار ولا ديال شي شركة ولا حتى شي حاجة. يعني السيدة من وراء هاد من وراء التخرُّج ديالها أولا من وراء البرنامج بقات شمورة، دخلت لبلادنا داروا ليها الدخلة، داروا ليها كلشي، في بلادنا استضافوها البراميس، استضافوها يعني راديوهات. المهم السيدة استضافوها، اللقب ما هذا شنو طرا، المهم فرحتينا، خديتينا، رفعتي راية المغرب، تبارك الله عليك، فرحنا ليك، صوتنا لك. المهم كان عليها الإقبال. سالا داك البوز داك الأيامات، سالا داك التصاور وهذا ودندونة وهادي، سالا دوك الأيامات ديال البوز تنسات، بقات تمشي الدبان. فقالت ليها ما تبقى عندك ما تبقاي ديري الدوري، سيري شوفي الا لقيتي كيفاش ديري وتبداي عندي يا هلا يا هلا. سيري شوفي كيفاش ديري، راه الجلسه هنا راه ما كايناش، راه ما غتنفعك بوالو، خاصك ترجعي عندي يا هلا يا هلا وتجلسي وتقلبي لك على شي حل. فبقات دندونه تقلب وتطلب وداك الشيء، اما طاحت في جميله البداوي. سمعوا ليا مزيان، جات الخليج عند جميلة البدوي، قالت ليها مرحبا بك، كولي وشربي حتى تدبري على راسك. وفعلا كانت ملي كتكون شي حفلة ولا شي حاجة كتمشي كتدبر ليها جميلة شي واحد من الأصدقاء بغا يدير عيد ميلاد، بغا يدير شي حاجة، المهم كانت كتدبر ليها باش تقدر الدرية تخرج وتدخل تدبر على مصاريف. فملي شافت جميلة أن هذاك الوضع ديال دندونة ما عجبهاش، الدرية الحوايج كتلبس حوايج جميلة، تمشط من عندها، تعُم من عندها، الصابونة صابونتها، يعني الدرية ما عندها والو. راكم عارفين عارفين دنونة مسقط الرأس ديالها بلا ما نبقاو نكدبوا، السيدة ما عندها لا ريال لا جوج. سمحوا لي راني عيانة مريضة. فالدرية ما عندها حتى شي حاجة، الدرية ما عندها والو، فكانت كلش داكشي جاي من عند جميلة البداوي. فواحد النهار اقترحتها، هنا البداية ديال الفيلم، بحكم أن جميلة مع هاديك بلاطنيو، هدرت مع هاد راشد المجيد وقالت له السيدة راه عندها صوت وعندها حضور قوي وعندها خاصك تضمها للشركة وما غيكون غير خاطرك وبنت البلاد وعندها طموح وعندها، وراه شتيها ملي دخلت البلاد عندها المعجبين وعندها الناس يتبعوها وشتي الناس شحال استقبلوها. فالسيد تقتنع بداك الهضره ديال جميلة وفعلا ضمها. ملي جابها المهم العقد الأول كان عقد حالته، يعني بحال كنقول لكم سرّح فيها العيا، كان عقد حالته، يعني النسبة ديال الشركة كانت طالعة بزاف مقارنة مع داك الشي اللي غادي تاخدو دندونة. يعني بحال نقول لكم كانوا بحال غياكلها في رزقها، يا شوية يعني هو راه مريسكي بداك العقد، داروا معاه غير حيتاش طلبوا عليها، كيقول ربما الدرية تنجح ربما ما تنجحش، المهم الشركة ما تضيعش، النسبة ديالها وفوق من النسبة ديالها ضامن حقّه، المهم ضامن حقّه. فدندون كانت ذكية، دغيا لوات على هاداك رشيد المجيد، لوات عليه ديال بصح، لوات عليه داكشي إلا كان ديال الله راه ديال الله، داكشي إلا كان داكشي ديال العادات والتقاليد ديال خالتي رقية مولات السواطر والله أعلم. ففواحد الظرف اللي هو وجيز من 2012 ل2013 بالضبط ولات دندونة هي موت عينين راشد المجيد، كيف ما كتسمعوا ولات موت عينيه، ما كاملة حتى سنة، سنة ما كاملاش، غير دار ليها الألبوم الأول ونجح، لقى إقبال كبير واخا هو ألبوم خليجي 100%، ولكن ولاد بلادنا وبنات بلادنا هما اللي طلعوا داك الألبوم والأغاني ديالها.
فمباشرة من بعد داك الألبوم ناض راشد المجيد بدل العقد مع دندونة ودار ليها عقد مفيك أحسن بكثير من العقد ديال جميلة البدوي، أحسن من العقد ديال جميلة البدوي. يعني قاد ليها عقد معتبر مع ضمانات جميع الحقوق ديالها كاملة والامتيازات كلها. يعني السيد صافي بقى غير يكتب لدندونة أنها تغني وتاخد الفلوس كلها في جيبها. يعني واحد العقد متميز، عقد غير، عقد استثنائي يتكلف به راشد راسو. فبدات الناس كتهضر وملي تسربات النسخه لداك العقد غنحط لكم كلشي. فبدات الناس كتهضر كيفاش رشيد زعما هاد الدريه هادي يدير مع هاد الاستثناء اللي غيقول لك ديك الساعه كانت دارت خطوط. لا، باقا دندونه باقا طبيعيه، باقا سنانها ما ركبتهمش، باقا حتى شي حاجه. كنقول لكم في البدايات ديالها يلاه بدات شويه. شنو دار في 2013؟ توسط ليها باش تاخذ الجنسيه الاماراتيه في 2013. يعني قل من عام توسط لها باش تاخذ الجنسيه الاماراتيه. فهو اللي وقف ليها باش تاخذ الجنسيه الاماراتيه، لكن من بعد وقف الطلب ديالو. كيف ما توسط لها باش تاخذ الجنسيه كيف ما حبسها عليها. وانا نقول لكم علاش. المهم اخوتي شافها ساكنه مع جميله البداوي، يعني واخا كتغني وداكشي باقا مستقره مع ديك الدريه. اشنو ناض دار راشد المجيد؟ شرا ليها شقه في دبي. شرا ليها شقه في دبي وخدا ليها سياره خاصه، خداها ليها باش تقدر تنقل دون مساعده اي احد. فبدات الجرائد كتكلم كيفاش هاد راشد المجيد منح الجنسيه الاماراتيه ووقف عليها باش تاخذها دندونه، وكذلك أهداها سيارة وشقة في دبي، كذلك عقد استثنائي غير. فالكل بدا كيتكلم على أنه كاينة نوع علاقة كتربط ما بين دندونة وراشد المجيد. صافي كلشي بدا كيتكلم صغير وكبير، لأن باين أن السيد واقف معها ديال بصح. يعني باش دخلت عنده حاجة وباش ولات معاه حاجة. يعني هادشي راه ما دايرو لا الى يومنا ما داروا لا العساف لا يسرا ساعوف لا اسماء المنور في البدايات ديالها، لا 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 لا، ما داروا حتى شي واحد. فخلى كل شيء كيقول شنو هو الثمن باش ان هذا الماجد يدير هذا الشيء لدندونه. لا يقول لك وصات عليها فلانه ما كاين لا توصيه لا والو، حيت كون كانت شي توصيه من عند فنانين خواجه لدندونه كون نهار الاول نهار خرجت من ارب ايضا يضمها الشركه هو اللي غادي يمشي عندها، ماشي العكس. لان شحال وهي بقات شموره حتى طلبات عليها جميله. فبداو الناس كيتكلموا كيفاش، خصوصا المقالات الخليجيه كتكلم كيفاش هاد السيده هادي جات في واحد الظرف وجيز قدرت ان تخطف القلب ديال راشد المجيد. ماشي غير هادشي، سمعوا لي مزيان، ماشي غير هادشي. فهاد راشد المجيد عنده واحد الجروب اولا واحد الحفلات مسميهم جلسات وناسه. علاش كتقول دندونه على انها جلسات مع امراء وجلسات مع شيوخ كبار في الخليج؟ راه هنا منين جات هادوك جلسات وناسه؟ غير كتبوا مثلا في عمي توتوب جلسات وناسه وغيخرجوا لكم شكون اللي كيكون فيهم. كيكون حفل، اش نقول لك، يا كاين غير فلان ابن فلان الشيخ الفلاني الامير الفلاني. ديك جلسات وناسه كيكونوا فيهم غير الفنانين اللي كيقولوا انا راسي في الخليج، كلهم خواجه يا راشد المجيد، حسين الجسمي، رشيد المهندس، بعض المرات أصالة، بعض المرات أحلام. يعني غير الفنانين الكبار أنغام وهاديك ديك سميتها نانسي عجرم ما عمرها غنات في جلسات ونساء ديال راشد المجيد. هو اللي كيتكلف بديك الحفلات، هو اللي يعني داك كيتجمعوا داك الشيوخ وداك الشيء غير الناس الكبار، وكيجيب الفنانين الكبار ديال دول الخليج، ماشي بالضروره بلاد ولا بلاد، دول الخليج، وكيجمعهم وتيبداو يطربوا داك الامراء والشيوخ وكيديروا داك الشطحه ديالهم، كل مره شطحه في شكل داك الشيء ولا في الاحلام. المهم هو الراس وكيغني بداك جلسه وناسه، هو الراس وكيغني كيطرب داك الشيوخ والامراء. ف يعني راشد المجيد
مستحيل أنه يجيب لي شي مبتدئة ولا شي مبتدئ، يعني مستحالة، يعني اللي دخلوا عندهم Platinum Records ما عمرهم غناو في داك جلسة وناسة، كيكونوا كبار الفنانين، كبار الفنانين ديال الخليج، ما عمرو جاب لا حالة ولا عمرو جاب عساف ولا عمرو جاب يسرا ولا عمرو جاب جميلة البدوي ولا القائمة طويلة، راه بزاف الناس ما كيجيبهمش، حتى بهم كيتفاجئوا أن واحد النهار دندونة ولات كتغني في دوك جلسات وناسة، تصدموا كيفاش؟ ويلي الناس قدام منها ما كيجيبهمش راشد المجيد، ما كيجيبهمش تغني، هو يجيب وحدة يعني بين اليوم وغدا أنها ولات كترقص داك جلسات وناسة، ولات كطرب داك الأمراء والشيوخ بالصوت ديالها، جابها مرة و2 و3 حتى ولا تيعوّل عليها في دوك جلسات وناسة، يعني هزها من إلى. صافي، صافي السيد ولا اللي كاينة دندونة، 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 وفعلًا، فعلًا قلت لكم جلسات وناسة من المستحيلات أن رشيد يجيب شي وحدة مبتدئة، كان ديك الساعة دندونة يلاه بادية، وكان كيجيبها تغني، هاد الشي اللي خلى تاني الكل يتكلم في الخليج ما نوع العلاقة اللي كتجمع دندونة ورشيد المجيد اللي كان خدام باش يبرزها بشكل قوي في دول الخليج. ما وقفاتش غير هنايا، ما وقفتش القضية غير هنا مع رشيد المجيد، كانت هي الوحيدة اللي كان كيجيب ليها أخير الملحنين يلحنوا ليها الأغاني ديالها باش ألبوم يكون ما يشبه الألبوم، راه من هنا بدات القضية مع داك مصعب الكويتي، راه تعرفت عليه عن طريق المجيد، لأنه هو اللي كان كيلحن ليها بعض الأغاني قبل كان هو اللي كان كيلحن ليها وماشي دندونة اللي كانت كتجيبو، كان كيجيبو الماجد، راشد الماجد هو اللي كان كيوقف، كان دائمًا كيحرص على أنه الأغاني اللي كتخرج بهم دندونة والأغاني اللي كتغني بهم دندونة خاصهم يكونوا من كبار الملحنين استثناءً. راه شفنا نمشيو على حالة على قولكم نتوما الطفلة المنونية ما كاينش كنشوفوا الأغاني ديالها فما شطيح ورديح ما كاين لا كلمات لا لحن يعني ماشي كيخدموا على كاين الملحن وكاين كلمات ولكن داك الشيء ما زوينش. دندونة كان غير كان كيجيب لها كبار الملحنين كبار يعني الفيديو كليب ديالها أو الأغاني ديالها كان كيخدم عليهم كان كيسهر عليهم كان كيحرص عليهم أنه يكونوا من الطراز الرفيع وذو جودة عالية كان كيجيب ليها كبار ديال الملحنين اللي يلحنوا ليها الأغاني ديالها وكان هاد الكويتي هذا كان واقف على هاد القضية كان كيلحن ليها بزاف ومن تما بدات المعرفة ديالها بيه حتى بعد خروج ديالها من بلاتينيوم. ايوا خوتي السيدة دندونة صافي قالت هاد خونا هذا شربته بجغيمة ديال الماء ولا لاحظتو سابقا كانت خالتي رقية مولات السواطر دائما وابدا مع دندونة في كل السفريات عقلت ولا ما عقلتوش واش عقلت ولا ما عقلتوش ملي كانت رقية كتصاحب ديما دندونة فين ما كاين عندها شي حفلة فين ما قبال هادشي كنتكلم لكم كاينه تورتور ولا مترتر فين ما كانت عندها شي حفلة ولا شي سهرة كانت دندونة كدير رقية في جيبها كيمشيو بجوج يجيو بجوج يمشيو بجوج يجيو بجوج ديك الساعة كتقول لي انا بنت دارنا انا ما تنخرجش انا اي شي سفرية وداك الشيء انا ماما حنا داك الشيء ما عندناش باش السيد يعرف على انه راه دندونة راه عارفة شنو اختار يعني ما يمشيش بالو بعيد وداك الشيء وانا ذاك كان السيد مطلق اللي كيقول لك راشد المجيد مزوج لا راشد المجيد ما مزوجش مطلق ومني طلق ما بقاش عاود تزوج كان مزوج واحد المشهورة سورية ومن تما كرهته في الزواج ما عمره ذكر الزواج طلق هو وياها بشكل سلمي كل واحد مشى في حالته لا هي كتكلم عليه ولا هو كيتكلم عليها كل واحد كمل المشوار ديالو من تما مبقاش تزوج الى يومنا هذا الى يومنا هذا اللي كيقول لك لا راه حقا راه تزوج واحد المغربيه واستقر في مراكش ولا لا خوتي ما مزوجش مطلق سنوات هذه ما بقاش باغي يعاود يتزوج فدندونة كانت حريصة على أن هاد السيد هذا تزوج بيه الامتيازات وهاد الخيورات سيارة ملحنين كبار يخدموا ليها الأغاني ديالها الشقة السيد الجنسية الإماراتية و ف ولكن الزواج ما كاينش يعني ما خلاو ما داروا علاش قلت لكم ان رقيه كتعرفوا راه كتعرفوا من هاد الجريه اللي كانت كتجري مع دندونه كتمشي معاها وتجي معاها وتدخل معاها وتخرج معاها خصوصا ملي ولات مستقله كرا ليها الشقه صافي ولا كيشوفها بزاف
كانت هي الماناجر ديال رقية. رقية هي كانت الماناجر ديال دندونة، يعني هي لاصقة فيها ماشي بداك المفهوم ديال الماناجر، ولكن لاصقة فيها. وكانت حريصة على أن هذا رشيد المجيد يدير شي حاجة ديال المعقول مع بنتها. لكن داك الشيء اللي بغاتو دندونة ما بغاش السيد، على ما أظن كان ربما بغى غير علاقة عابرة ولا علاقة داك الشيء. دندونة كانت كتقلب على الزواج، كتقلب أنها دير بلاصتها في الخليج، كانت كتقلب على دير بلاصتها في الخليج. أقسم لكم بالله كون بقات تحت الجناح ديال رشيد المجيد كانت غتمشي بعيد. كنقول لكم في 2013 هو اللي وقف لها باش يمنحها الجنسية الإماراتية، كان خدام معاها. لكن أشنو طرا؟ تبعت، خلات المعقول وتبعت الخوال خاوي. يعني رجل اعمال كبير مشهور في الخليج راه ما غاديش يجي يتيق ويتزوج دندونه بين 8 شهور و 9 شهور. عطاها الامتيازات كامله، وفر لها داك الشيء اللي ما وفروش لاي واحد. وفر لها حتى الطريق باش تكون من الكبار الفنانين، وفر لها الطريق، وفر لها يعني الطريق استثنائيه باش تكون من كبار الفنانين. ولكن هي ما بغاتش. من بعد اشنو درا؟ بحكم انها كان عندها حفلات وكانت عندها سيروجي، ما كانت عندها واحد الحفلة، ما يصيفط معاها رشيد هاد التورتور المترجر. لأن التورتور تا هو كان خدام عند راشد الماجد، كان السائق ديالو، كان السائق ديال الشركة. فمن تما تلاقاو. التورتور كيفهم في الهضرة وكيفهم داكشي، لصقات عليه ولصق عليها لأن نيشان قصدها بالزواج. كلا ليها دماغها بالزواج، هي كانت تتقلب على الزواج، باغا تغرس نبتتها في الخليج، بغات الزواج، بغات شي واحد ما تجنس ولا شي واحد خليجي يتزوج بها، يكون خدام ما خدامش هي باغاه. تورتو راه من صغرو هو مختلس، من صغرو ويتفنن في النساء. ف غير وصلت النقنيقه المجيد على انه راه كاين علاقه مع علاقه، راه السائق ولا ابو حاله راه دبر على سميتو، صافي ولات بلا مسكن، حيد ليها السياره، ولا هاد التورتور خلاني التورتور كيديها وكيجيبها. الشقة أصبحت بلا مسكن، لأن الشقة ديالو شراها ليها باش تسكن فيها لأنها معاه. من بعد حيد شغله. العقد كان بقى كيف ما هو، حتى الخدمة بقات كيف ما هو، يعني كل ما هو عملي بقى عملي، وكل ما هو فوق من الشبعة زولوا هذا راشد المجيد. وبقات مع توجور كتمشي وكتجي. ملي ولات بدون شقة فاضطر توجور أنه يكتري ليها شقة. فرقية عرفات بالقضية وكانت رافضة رفضا كليا، وهذا الشيء راه صرح به ترتر في واحد اللايف. قال لك لا امها لا عائلتها يعني امها ولا مو كانوا راضيين على هذا الزواج، لان رقية شافت بنتها مع من كانت طايحه، شافت بنتها شكون اللي كان مهلي فيها، شافت بنتها شكون اللي كان مبرعها، شافت بنتها شكون اللي عاطي ليها الامتيازات. واحد مطلق، ها، مش عندو رجل اعمال، عندو لا شركات، عندو كل شيء، يعني مول الشركة ديال هذا واللي كيضم مع الفنانين. مهتم كيسلط الضوء على دندونة، لا مجال ما بين راشد المجيد وتورتور. فكانت رافضة رفضا كليا. فرقية ما كانتش باغاه، لان كتقول البنت راه جاها محسن قبل، خاصها تبقى تابعه داك المجيد حتى يدير معاه اللازم. ما تنقصش هي نقزت، تلاقات مع واحد هي باغا تزوج، هذاك خايف على راسو ما غاديش يزعم يتزوج. هذا راكم عارفين هذوك اللي يكونوا واصلين ورجال الاعمال خصو شحال من حاجه باش يقدر يخطو داك الخطوه. هذه كانت زرباني انها باغا تغرس شجرتها في الخليج. الاخر حتى هو بانت لي دجاجه تبيض ذهبا، السيده امتيازات ولا تغني ولا هذا، ومسلط عليها راشد المجيد الضوء، بغى يضمها لعندو ويخدم بها بهذاك المعنى. فكذاب كيقضي عليه الطماع. شافت هي الفيلا وحاله وداكشي، قالت راه فحال فحال، هذاك سميتو ماجد وهذا سميتو ابو حاله. ففعلا كرا ليها بين ما دبر ليها على لان التعارف ديال تورتور مع دندونة كان في واحد الوقت اللي هو وجيز. راه دغيا كرا ليها ملك، راه دخلها عند امو، صافي القضيه فيها الزواج. حتى هي بالمثل ما كانتش باغيه امها. باش نكونوا واقعيين، اشنو دارت؟ تزوجات بيه عرفي، تزوجات بالترتور عرفي، وهذيك الوثيقه ديال الزواج عرفي سربتها مو اللي هي مين تورتور اللي هي معها. ملي وقع المشكل سربتها، فتزوجت به عرفي بدون حضور لا مو ولا امها.
لا اختها ولا اختو، لا عمها ولا جدها ولا عمو ولا جدو ولا باه، تزوجوا عرفي بحضور واحد الصديق ديال ترتر. فبقاو خدامين خدامين خدامين. ملي دخلت دندونة لبلادنا، واجهت الام ديالها بامر الواقع، انها راه تزوجات واللي عطا الله عطاه، جات بخاتمها، جات بكل شيء، كل شيء ليها. يعني السيده راه متزوجه، وفي بلادنا حنا بقات مخطوبه، ففرضات عليه انه يدير ليها زفاف. يعني خصو يقوم باللازم ويجيب الدفوع ويجيب داكشي. صافي رقيه ما بان ليها ما يدار غير تضخ لامر الواقع، ودرت داك الترتل المترتر العرس، وكلش كلش كلش خرج من جيب دندون. داكشي كاع اللي خدماتو اللي كتصورو في بلاتنيوم واللي صوراتو حطاتو في داك العرس. صافي تزوجوا في البحرين، تزوجوا في بلادنا، جمعوا طواو. من هنا بداو المشاكل، ان وحده داخله بغات تتزوج باش تستقر وتكون عندها شجرتها في الخليج، وواحد بان ليه واحد البريكول، وبانت ليه واحد الدجاجه اللي واحد بانت ليه واحد الوسيله اللي غادي يبقى ياكل منها طرف ديال الخبز. وفعلا خرج ليها على المسار الفني ديالها، خرج عليها على المسار الفني ديالها. هي طماعه وهو كذاب، وطلاقه وهي طماعه وهي كذاب. شافته متجنس والكرش وداكشي، صافي قالت هو هذا. صافي لوات عليه وبدا داكشي مع طليقته مع مو، بدا داكشي. صافي بدات في المشاكل غير تزوجات بتوتر، باقي حتى ما دارش العرس. مشات دارت شركة الإنتاج ديالها، باقي ما دارش العرس. دارت شركة إنتاج حبر على ورق، دارتها حبر على ورق، باقي حتى ما تمش الزواج بشكل رسمي، باقي ما دارش العرس. مشاو داروا شركة إنتاج حبر ديك الساعة ما المهم داروها طز برودكشن وصافي باش تخرج من عند راشد الماجد. وهكذا كان. علاش هو ما بغاش يقاضيها الماجد النوبة الأولى؟ فكان بإمكانه أنها ملي شافها كتغني مع هذاك ما يقاضيها نيشان. هيئة الدفاع ديالو تكفل بهذيك الأمور. لا، مع ذلك هو دار بحساب الطعام ودار بحساب العشرة ودار بحساب الليالي الملاح. فبقى صيفط ليها إنذار، تواصل مع طز برودكشن شخصيا على أنه راه ما خاصوش إضام ديك السيدة اللي هي دندونة ال- الشركة ديالو، وأن ديك السيدة مسينية مع عقد سنة 2012 وما غادي يسالي حتى ل 2022. هذاك العقد لمدة ديالو 10 سنوات، من 2012 حتى ل 2022 عاد انتهت مدة الصلاحية ديال العقد. وقال ليه انه ما عندوش الحق انه يضمها للشركه، وان هادشي. وفي كل حفله كان كيقاضيهم، في كل حفله كان كيتواصل مع الدفاع ديالو على انه خاصو يعطيه الارباح ديالو. داك الشيء اللي كان كتصور دندونه خاصو يعطيه للشركه اللي هي بلاتينيوم ريكوردز الارباح. عيا السيد سنوات وسنوات هو ملاحق معاهم بشكل ودي على حساب العشاء يدوز مع دندونه، لكن هذوك الناس ما بغاوش، فاضطر الى انهم يشكي بهم. وفعلا شكى بهم في النوبه الاولى في المحكمه ديال البحرين. دارت لهم عدم الاختصاص، لان هاد الامور هادي ما كتشوفش فيه محكمه عاديه. فعدم الاختصاص مشاو للمحكمه التجاريه. هذيك المحكمه التجاريه هي اللي حكمت لصالح راشد الماجد ان دندونه خاصها تعطيه واحد المبلغ، والترتر خاصو يعطيه واحد المبلغ. فربح الدعوة. كان عطاوهم واحد المهلة انهم يخلصوا، ما خلصوش، ما خلصوش ثم ما خلصوش. كيف قلت لكم سابقا، لان الترتر كان عارف ان رشيد الماجد ملاحقه، كان عارف ان شركة كبيرة كتلاحقه، ان ماشي شركة صغيرة. فقرر على انه الاملاك اللي بسميت دندونة، شقة بسميت دندونة يكتبها بسميتو، والسيارات ما يكتبهم لا بسميتو لا بسميت دندونة. الشقة كذلك كتبها بسميت خوه. يعني حاول أنه ما يخلي حتى شي ملك باسم لا دندونة ولا ترتر. فهاد الشي علاش رغم أنه ما خلصوش داك الزبالة فلوس اللي كتسالهم بلاتينيوم ريكوردز، ما قدرش شركة راشد المجيد أن دير لهم الحجز على الممتلكات، لأن ما كاين حتى شي عقار بسميت لا ترتر ولا دندونة. داكشي باسم طارق ترتر. طارق ترتر فهو بعيد كل البعد على الميدان الفني،
والفيلا اللي كان محجوز عليها بهذا السبب ديال أن الديون المتراكمة على ترتر. فالجدة قدرات أنها تبين على أنه الفيلا لا علاقة لترتر بها، وأنه كان فقط حاضن على الدرية، كان حاضن. وثبتت على أنه الفيلا فعلا ديال حلا، بحكم أنها ما كانش عندها السن القانوني باش تكتب سميتها. فهادشي علاش سموها ولا كتبوها بالاسم ديال تورتور، لكن ما كانش عنده حق التصرف فيها. لان ملي ولدات دندونة غسول وجات خالتي رقية لعندها في ايامات ديال الاسبوع باش تقابلها في النفاس وداك الشيء، ناضوا تحاماو على المترتر، تحاماو عليه، قالوا ليه والو دابا هذه البنيته هذه راه تزادت، نوض كتب الفيلا بسميت الدريه، راه راهي فنانه، وهذه هاد الدريريه هادي اللي ما عندها حتى شي حاجه، نوض كتب الفيلا باسم غسول. يلاه تواصل مع المحامين وهذا وهذا وهذا، هادشي كلش راه فرشاتو الصديقه ديال منى السابر في ديك الايامات ديال الحضانه، فضحت كلشي، اسرار كثيره فضحتها، ومن بين هاد الاسرار هادشي اللي قلت لكم الان. فبدا السيد ترتر المترتر يكتب الفيلا باسم غسول، هي البنت الكبيره ديال دندونه، لان دندونه عارفه غير كيف ما كنقولوا عارفه غير الخضره، ولكن القنه ما عارفاش شنو فيها، عارفه غير الخضره. لان هو الفيلا ديالي والفيلا ديالي، ملي جا يحاول على انه يكتبها باسم غسول، لقى مو تغدات به قبل ما يتعشى بها، لقى انها اصلا ملي تكتبات الفيلا دايره وجامعه الوريقات وحاطه كلشي، لان السيده مو صراحة تقول مثقفة وجمعوية وحافظة صواريها ومطورة ومجبدة. فإذا بك يتفاجأ على أنه ترتر ما عندوش الحق يتصرف في الفيلا، ما عنده الحق لا يبيعها لا يكريها ولا حتى شي حاجة، يعني ساكن فيها إلى حين بلوغ الابنة اللي هي صاحبة الفيلا، شي مصرحة به أن الفيلا ديال حلا. وكانت كتقول ديما على أنه الموت والحياة، الموت والحياة، وإلا طاحت الفيلا في إيد تورتور راه غادي يبيعها فوق دار حالة ويتشرد هي وخوتها. فهذه هي المغزى ديال الجدة، كانت كتجري وتجاري باش تحمي الممتلكات ديال حالة. كتقول على أنه تورتور زعما قمار وطاح في واحد السيدة اللي هي المغنية ما غاديش ترحمهم، خافت من هاد النقطة. فهادشي علاش ملي تزوج ترتر، ناضت الجدة دارت اللازم، أول حاجة قدرت ديرها هي أنها تحمي هاديك الفيلا اللي كانت عندهم. ما عندهم حتى شي حاجة أخرى، عندهم هاديك الفيلا اللي ساكنة فيها الجدة، ما عندهمش. فناضت هاديك الفيلا، قادت ليها الوريقات، منعتها، وبالتالي كان الزمان طوال ولا قصار ترتر ما عمره يقدر يحول الملكية من وإلى. فالبنت وصلت السن القانوني، خدات الفيلا ديالها بسميتها، الكونط بونكير على سن 15 سنة، داروا ليها امورها، ولا عندها الكونط بونكير ديالها، هي اللي كتيري منه، هي اللي كتاخد منه، هي وجدتها فقط، ولات كتصرف في الممتلكات ديالها الى يومنا هذا. تور كيشوف وكيسكت، الريال ما كياخدو من بنته، الريال ما كياخدو من بنته، لان بنته صافي دارت عليه كروه حمراء وما كتحملوش. نجيكم من الاخر، كيف ما قالبه على ما قالبه على باها، كتدوي معاه مكالمه دقيقه وسيري ايام وجي ايام، ما كتجمعش وطبعات. دائما كتشوف فيه داك المعاناه وداك ما علاقتهم بالاب ديالهم علاقه زي الزفت. الوحيد اللي شويه هو الابن الاصغر، شتت عائلته بايديه، هو شتت عائلته بايديه، وهذوك الخيرات اللي باينه دابا على تورتور، من صفرة لصفرة، من بلاصه لبلاصه، من هذا كذا، الله يخلي ليه الدواصه المقيحين، الله يخلي ليه الدواصه المقيحين. وداك الشيء اللي كان كيدير مع تورتور مع دندونه ولا كيديروا بوحدو، ولاو هذوك الناس كانوا كيخدموا مع تورتور من اجل الدواصه المقيحين ولا عايشين في الخليج، ولا هذوك كيبتزهم، كيبغي يقول راه هي اللي صورات الشيخ الفلاني ولا هي صورات فلان ان فلان، كتولي بالزمنه تدور مع تورتور، حتى عارف انه الضرب في الميت حرام، راكم تعرفوها. فاش غادي اش غياخد من عند دندونه؟ دابا خصو وسيله، لانه كان دندونه باش كيسكت عليها وبزاف د الحوايج كان كياخد فلوس. دابا دندونه ما عندهاش، لان كاينه في القبه وقبقبه ما خدامش، يعني عارفهم انهم يحتضرون ماديا، فبدا تيقلب ليه على اسلوب اخر، وفعلا
خدا زبالة فلوس من عندك ملكة الجمال السابقة، وقائمة طويلة وعلم الله شنو في جعبتي. ماشي ترتر غادي يدير ريستو، يفوت الريستو لديك الجي، يدير ريستو ويدير مشاريع أخرى، لأنه ما غاديش يسكت في عبور. كنقولها لكم ترتر طلع أكبر مبتز، أكبر مبتز، وشي حوايج ديال الخواجة اللي ولاو كيبانوا مؤخرا كلشي منه هواية، وحالف على رقية. وديما تنقولها لكم، حالف على رقية تيسوق القبة تلودايا سيتي، حالف عليها، لأنها هي اللي لاحت لي حوايجو الزنقة زوج المرات، وكانت وقفات دندونة لحدها قالت لي هو يا أنا. فدندونة خرجات رقية، دبرات ليها في بلاصة سكنتها فيه وشدات ترتر. فكان دائما سبب المشاكل ديالو فهي رقية، ومني رقية وزاد عليها قبقبابة فحيدو ترتر من الطريق. هادشي علاش كتشوفوا رقية وقبقبابة ديما يبوس فيها، ديما يعنقها ديما، لأن دائما كانت في الصفو باش يجريو على ترتر، كانت في الصفو، كانت مأيداه في أي حاجة. خلاصة ولا الفكرة العامة ديال هاد الفيديو رقية باغا تمشي عند راجل الماجد وكتقلب وغتمشي عنده، ماشي باغيه غتمشي عنده، وتشاورات مع دندونه في الزياره اللي كانت نهار الجمعه باش انها تمشي تطلبو وتزاوقو يتوسط لها لعند القطريين. هادوك القطريين اللي شاكين بدندونه بتهمه النصب والاحتيال كعضوه من الاعضاء اللي نصبوا عليهم وفتخوهم بزاف ديال الفلوس. هادوك القطريين ماشي اناس عاديين، فيهم شيوخ وفيهم ناس كبار من يا هلا، ولكن كلهم قطريين. بحكم انه راشد الماجد رجل اعمال وكبير ومعروف في دول الخليج، وهذوك الناس اللي شاكين بدندونه حتى هما اصحاب هلا بن فلان بن فلان كيعرفوا بعضياتهم، فهمتوا؟ كيعرفوا بعضياتهم. فرقيه بغات تدخل عليه بوجه الله وتبوت وتعنق وتبكي وتلصق كلشي في ترتور انه هو اللي كلا ليها دماغها وشفرها وضحك عليها وخرج لها على الكارير ديالها، وفي الاخير حصلاتو كيدير الزيطرات، يعني باغا تلصق كلشي في ترتور وترجع بنتها ضحيه. على الله وعسى دوك القطريين يتنازلوا لدندونه مقابل على انه هذاك المبلغ اللي خداتو دندونه او الحق ديالها في ديك عمليه النصب ترجعوا ليهم عن طريق التقسيط وماشي غير بالفم. فهي كتقول على انه اي حاجه مكتوبه، يعني دير معاهم عقد، دير معاهم تعهد، دير معاهم اللي بغاو، غير المهم انهم يتنازلوا لدندونه، لان هذه القضيه هذه اللي عليها دابا فهي قضيه كبيره، والتورط ديالها راه ماشي هي، كاين هي وكاين اللي وحدين اللي معاها وكانوا خارج اسوار القبه ودخلوا القبه تحت خلفيه هاد القضيه اللي قضيه كبيره واصله لشوف خيخي وعرف هاد شحتان في ياماتها، في يامات العز والنشاط قبل ما دير بوم على السوشيال ميديا. كانت طاحت الشغل كله امام اعين شحتان، لكن ما تطرقش الموضوع اللي كيقول لك على انه راح حقا دوروا معاه، لا حقا دير لا خوتي. القضيه كبيره والناس الداعيين دندونه معروفين، وهادوك اللي دخلوا القبه قال لك اللي دخلوا القبه مع دندونه كيعرفهم، وكاين البعض فيهم من المعارف ديال دريس، من المعارف، من الناس اللي الدومين راكم عارفين الدومين ديال الصحافه راه كيعرفك على اي واحد، وهذا فما باغيش يدخل ويجبد اسماء ديال المتورطين اللي مع دندونه. هذه هي الخبر الصحيح، خبر الصحيح من مصادر متقوبه ديال بصح متقوبه نيت. ف هادوك المتورطين مع دندونه ما بغاش شوف خيخي انها تسلط عليهم الضوء، فما بغاش شوف خيخي ما بغاش انه يسلط الضوء على المتورطين اللي مع دندونه في القضيه. هذه هي النقطة اللي خلى أنهم يتراجعوا على القضية، ومن مصادر متقوبة ديال بصح. ف أما هو راه داعي حسابات لي متابعة فيها دندونة وداكشي راه ما زاقلهمش، حتى أنه داعي على قبل أن هذاك المصدر ديال الإشاعات ديال إسكوبار ما إسكوبار كيقول هي متهمة نيشان، ما قالش ربما، لا قال هي، كيقول هي، يعني كشخصي هي راه متابع دندونة، ولكن في هذه القضية ديال القطريين ما بغاش يتبنى الموضوع، رغم أنه كل شيء عنده بلي ديتاي، وكان أنه يمشي بعيد ولكن ما بغاش بسبات دوك الناس اللي مع دندونة اللي تورطوا في القضية واللي هما بزاف
يعني كيف ما كنقولوا خدموهم، داروا عليهم ورقة وستيلو وخدموهم نيت خدمة ديال بصح، يعني شربوا كاساتاي وفقيقسات وجلسوا عليهم وعرفوا كيفاش يخدموهم حتى قلبوا ونجحوا في ذلك. فالسؤال اللي غادي تسولوني زعما إلا دخل رشيد الماجد في هاد القضية ديال القطريين وهذا، واش ربما يكون خير في القضية ديال النوم؟ كنقول لكم ربما، إلا زعما قدرات رقية تقنع هاد رشيد المجيد، فعلا قدرات أنها تقنعو بأساليبها وهذا، ربما، لأن قليل ما يقدرش يخسروا رشيد المجيد، راه شي حاجة فهمتوا، شي حاجة وربما كلشي ممكن، كلشي ممكن، ولكن كيبقى القرار لداك الناس واش غادي يبغيو يتنازلوا ليها ولا ما يتنازلوش، لأن ضحكت عليهم قلبتهم. فالمهم هما كيتكلموا على دندونة فقط، فهما كيتكلموا على دندونة فقط، ماشي جميع المتورطين معاها، هما باغيين تنازل فقط لدندونة، ولكن على ما أظن فما يمكنش. علاش؟ لأن هما هاد القطريين دايرين شكاية وكاتبين فيها فلان 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 فلان، والتحقيقات جبدات، يعني ماشي دايرين شكاية بدندونة وداروا شكاية بفلان وداروا شكاية بفلان، لا هما داروا شكاية بشكاية وحدة ديال النصب والاحتيال، وكتعرفوا التحقيقات كتاخد المجرى ديالها، وشي كيجبد شي، شي كيجبد شي، شي كيجبد شي. اذا والله اعلم تاني، الله اعلم. المهم القية راه ما ساهلاش، انا هذه عارفه رقية ما ساهلاش. فهادشي اللي قلت لكم انها فرحانه، فرحانه ملي بان هذا راشد المجيد، فرحانه وماشي فرحانه بهذا الطار بالفرحه، قالت هذا هو اللي غادي يفك ليها الجره، هذا هو اللي غيفك ليها الجره. وماشي غير رقيه، ماشي عفوا غير دندونه، حتى رقيه حتى هي ريحتها عاطفه في الملف ديال القطريين. ايوا خوتي، هذه هي اخر المستجدات، والله يدير الخير.